السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصتنا ديال اليوم بعنوان العجوز وبناتها. هي قصة خيالية ولكن معبرة ومشوقة، نتمنى تنال إعجابكم. كان الحبق والسوسن، والملك مالك الرحمن، ونزيد نصليه على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، كان يا مكان في واحد الدوار بعيد على ضفة واحد الواد، كان كيعيش حطاب مع مراتو في واحد الكوخ صغير. من الله عليهم بثلاثة د البنات، كبروا ولاو شابات عايشين مع باهم الحطاب ومراتو. كان الحطاب كيخرج كل يوم للغابة، يجمع الحطب اليابس ويمشي للدوار باش يبيعو، وبثمنو تيشري احتياجات الدار من ماكلة وشراب. وملي كان كيربح كتر من العادة، كان كيشري البنات والحوايج جداد وداكشي اللي كيبغيو. ايوا يا سيادي، كانت هاد العائلة كتعيش على القليل اللي كيجمعوا باهم، ولكن الحطاب ومرتو عمرهم ما تشكاو شي نهار. الا زبيدة البنت الكبيرة، كانت ديما كتشكى من الفقر وقلة الشي. كانت ديما تطلب من باها يشري ليها حوايج جديدة، حيت كانت حاسة براسها ومغرورة. ايوا المهم كانت كتجلس ديما نهار وما طال قدام مرايتها تهضر مع راسها وتقول بانها زينة البنات، ولا بد شي نهار تزوج بشي واحد من التجار والعيان. اما البنت الوسطانية سميتها سهام، هذه حتى هي كانت ديما مشغولة في الكوزينة. لا، ماشي باش تطيب، كانت مقابلة غير الماكلة، حتى حاجة أخرى ما كتهمها. أما البنت الصغيرة كان سميتها كلثوم، هادي كانت مختلفة على خواتاتها، كانت ديما تتعاون امها في شغل الدار، وعمرها ما تشكات، ديما تتحمد الله وتتشكرو على نعمته. كانوا هاد زبيدة وسهام كيتشاركوا في حاجة وحدة وكيتسابقوا عليها، اللي هي يمشيو يسقيو من العين. كانت زبيدة وسهام كيتسناو غير امتى يجي الوقت باش يخرجوا يسقيو، باش كل وحدة فيهم تعرض جمالها وحسنها على ناس القبيلة اللي دايزين حدا العين، لا عل وعسى يشوفهم شي تاجر وشي غني باش يتزوج بيهم. واحد النهار خرج الحطاب للغابة كيف العادة باش يحطب. ملي بدا كيحطب بان ليه واحد الحنش باغي يطلع فوق الشجرة باش يوصل لواحد العش ديال الفراخ باش ياكلهم. بالزربة نزل عليه بالفاس، جات الدقة في راسو ومات في البلاصة. في نفس الوقت طير من العش شاف الحطاب وهو كيقتل الحنش ونقذ فراخو من الموت. مشى عنده الطير وقال ليه تبعني. الحطاب تعجب بزاف من الطير وكلامه، ولكن واخا هكاك تبعو حتى لوسط الغابة. شوية وصل الطير والحطاب لواحد شجرة كبيرة. قال ليه الطير كاين غار مورا هاد الشجرة، دخل وغادي تلقى واحد الهدية كان جازيك بها على إنقاذك للفراخ ديالي. ومن تما غادر الطير المكان. ايوا يا سيادي، طل الحطام مورا الشجرة وفعلا لقى غار صغير مظلم، قطع شي عويدات يابسين وشعلهم ودخل الغار، وتيقول مع راسو عمرني شفت شي غار كاين في الغابة، واخا كنحطب فيها شحال هادي من عام. ايوا دخل الحطاب للغار وكان خايف بزاف من الظلام، وفجأة بانت ليه شي حاجة كتبري. قرب لقاها واحد المراية قديمة، جلس على واحد الصخرة قريبة
وشاف في المراية وقال مع راسو: كنظن بنتي زبيدة غادي تفرح بهاد الهدية، هاد المراية غادي تعجبها. ايوا في نفس اللحظة اللي ذكر فيها اسم بنته، شافها في المراية وهي جالسة بيتها كتمشط شعرها. وشحال تعجب الحطاب لهاد الشي اللي كيشوف قدامه. كيفاش يمكن يشوف بنته في المراية وهي ماشي معاه؟ بلا شك هاد المراية سحرية، حيث يقدر يشوف فيها كل واحد ذكر سميتو، وفي الحال ذكر سميت مراته. وفي نفس اللحظة شافها وهي كتشقى مسكينة في الدار. ايوا بدا الحطاب كيطمئن على عائلته كاملة وهو فرحان ومبتسم. ولكن اللي كان كيقلقو هو فعايل بناتو زبيدة وسهام، حيت كانوا غير مقابلين راسهم وما كيعاونوا في والو. وعلى داكشي قرر يخلي امر هاد المرايه سرو الصغير. خلى المرايه في الغار وكمل خدمته كيف العاده في جميع الحطب. وعند المغرب رجع للدوار وباع الحطب وشرى داكشي اللي بغا ومشى لدارو. وبقى متردد واش يعاود مجرى لمراتو ولا لا. وبقى كيفكر، وفي الاخير قرر ما يقولها لحتى واحد. والمرايه غادي تحكي ليه كل شي. واستمر على هاد الحال مدة طويلة، كيمشي للغار والمراية تعاود ليه كل ما طرا وجرى في قلب دارو. وملي كيرجع للدار بناتو تيقولوا ليه: ابا، راه دارنا شغال الدار نهار كامل. ايوا الام كتسمع وكتسكت وما كتقول ليه والو، ولكن هو عارف كل شي وكان كيعاود ليهم كل شي داروه في غيابه. وكانوا كيتعجبوا: اويلي، كيفاش عارف كل شي هادشي وهو ماشي معانا؟ ضروري كاين شي سر تما. ودازت الايام والشهور، وواحد النهار هاد الحطاب مرضى خايبة، عافانا الله واياكم. تشلال وما بقاش يقدر ينوض ولا يتمشى. وكانت مراته هي اللي مقابلاه ليل ونهار، والبنات بزوج يمشيو يسقيو الماء. والبنت الصغيرة كلثوم كانت كتمشي تحطب بلاصة باها، واخا ما عندها صحة لهاد الشي، ولكن عمرها ما تشكات. ايوا في واحد الليلة حس الحطاب بأنه على وشك الموت. عيط على بناتو ومرتو، وصى البنات باش يتهلاو فمهم وما يخليوهاش بوحدها. وطلب الأب من البنات يخرجوا من البيت حيت عنده شي هدرة بغا يقولها لهم. ايوا فعلا خرجوا البنات من البيت، وحكى الحطاب السر لمراتو ووراها بلاصة المراية السحرية. هي بقات تفكر في هاد الهضرة وما جات تشوف فيه مرة أخرى حتى دامو الأمانة أمانته. غوتات الأم بأعلى صوتها وحزنت عليه بزاف، وبقاو كلهم تيبكيو عليه الأم وبناتها. إيوا في النهار التالي دفنوا الأب ديالهم في مقبرة الدوار بمساعدة رجال الدوار اللي كانوا كلهم كيحبوا الحطاب بزاف. جمعات الأم بناتها وقالت ليهم: أبنياتي، دابا ملي باكم مات الله يرحمو، خاصنا نعتمدوا على راسنا باش نجيبو ما ناكلو وباش نعيشو. وكل وحده فينا خاصها تخدم باش تعاون العائله. وديك الساعه دغيا جاوباتها كلثوم وقالت ليها: انا غادي نخدم بلاصه با امي، نجمع الحطب ونبيعو في السوق. اما الاخرينات غادي غير يعاونوا في شغل الدار. ولكن الامر اللي كيهمهم هو شكون اللي غادي يسقي الماء من العين. ايوا يا سيادي، كتاب عليهم العذاب وتمارا مدة طويلة.
الأم بقات ديما تتفكر في السر اللي قال ليها راجلها، ولكن عمرها ما مشات للغار، حيت قالت مع راسها ما عندها ما دير بهذيك المرايا. ايوا كانت كلثوم كدير كل ما في جهدها باش توكل العائله ديالها، ونهار على نهار بدات كدبال وتضعف حتى وجهها ولا صفر بقوة تمارة. وخواتاتها كانوا مرتاحين في الدار، ما كانوا كيديروا والو من شغل الدار، كيتسناو غير امتى يجي وقت سقيان الماء باش يخرجوا، لا علا وعسى يشوفهم شي حد ويتزوجوا بشي واحد لاباس عليه. ايوا في واحد النهار ملي وصلت زبيدة وسهام العين وبداو كيسقيو الماء، بان ليهم واحد الشاب راكب على عودو كان ميت بالعطش. قرب منهم وطلب منهم شوية الماء، عطاوه الماء وهما حشمانات. ولكن الشاب عجباتو زبيدة وبدا كيتودد ليها بالهضرة، ودغيا حبها وسولها على دارهم وعائلتها وحوالها. زبيدة عاودات ليه كل شي من الاول حتى الاخر، والحزن مالي وجهها. وشحال تعجبات مني طلب الشاب يديها وبغى يتزوجها. الشاب كان تاجر كبير، ما خاصو لا ذهب ولا مال، وفي الحال وافقت زبيدة على الطلب ديالو ووراتو دارهم، وهي ما مصدقاش انه حلمها اخيرا غادي يتحقق، وتزوج من راجل لاباس عليه وتعيش في سعادة وهناء. ولكن اختها سهام قتلاتها الغيرة والحسد، حيت هي كانت كتمنى تزوج براجل لاباس عليه. ايوا المهم وعد الشاب زبيدة باش غادي يجي يخطبها الغد ليه. شرب الماء وارتاح شوية ومشى كمل طريقه. الخواتات مشاو بزربة للدار، وكانت زبيدة غادي تطير بالفرحة، وسهام كانت غادي تموت بالسم والغيرة. ايوا ملي وصلوا للدار عاودت زبيدة لأمها كل ما جرى. الأم كانت فرحانة بزاف حيت بنتها غادي تحقق حلمها وتزوج براجل غني وتودع الفقر وقلة الشي. ايوا في اليوم التالي زبيدة النهار كله هي كتسنى وما جاش، بقى كتسنى واخيرا جا الشاب للدار باش يخطبها. استقبلات العائلة خير استقبال، وشاف الكوخ الصغير اللي عايشين فيه والحالة اللي عايشين فيها. وعد الشاب الأم باش يعيش زبيدة عيشة سعيدة وما يخصى معاه حتى خير. ايوا يا سيادي داروا العرس وتزوجت زبيدة من الشاب وداها معاه للقرية ديالو البعيدة. ووعدات زبيدة أمها الحزينة باللي غادي تبقى تجي تزورها مرة مرة. ايوا هكذا العائلة تزاد عليها الضغط والحمل تقال. كانت السهام تتعيش في ضيق وحزن ملي تزوجت اختها الكبيرة، وولات تجيب الماء بوحدها، والحسد والغيرة مالين قلبها. هو مرات ايام وشهور كتيرة والعائلة ما عندها اخبار على زبيدة، الشيء اللي حزن الام وكسر قلبها. ولكن كتقول راها مرتاحة وسعيدة بهداك الشيء اللي بغاتو ولقاتو. ايوا المهم في يوم من الايام كانت سهام كتعذب باش تجيب الماء. شافها واحد الشاب عند العين، قرب منها وطلب منها شوية الماء. شافت فيه سهام وعجبها الشاب، عطاتو الماء وهي حشمانة وتتشوف في الأرض. والشاب تعجب بسهام وحبها حيت كانت زوينة، وقع ليها ما وقع لختها زبيدة. جا الشاب لدارهم وخطبها، والفرحة مالية قلبها، وما متيقاش بأنها غادي تزوج وتخلي الكوخ والفقر.
وتعيش مع زوج يحبها ويلبي كل رغباتها. زوجات سهام ومشات حتى هي مع راجلها لدوار بعيد. بقات كلثوم وحيدة، ما كتحلم والو غير انها تعاون امها. ايوا سهام حتى هي غبرات، وحتى واحد ما عنده عليها اخبار. بقات الام وكلثوم بوحدهم في الدار، وزادت الخدمة وتمار عليهم. ومع ذلك كانت كلثوم ديما فرحانة بوجودها مع امها، وانها كتنفذ الوصية ديال باها. ولكن الام كانت كتمنى وكتدعو الله باش بنتها كلثوم حتى هي سهل عليها الله وتزوج وتهنى من تمارة وشقة. ايوا غابوا الخواتات شهور طويلة لا اخبار عليهم. الام شغلات عليهم بزاف، واخيرا تفكرت المرايه اللي دوا عليها راجلها. ولكن بقى عندها امل وكتسنى شي نهار يزوروها بناتها. ولكن ديما والو، لا اخبار. وزادت تمارة على الام بشغل الدار وسقيا الماء من العين. وكلثوم بحال ديما تتحطب وتبيع الحطب في السوق بلا ما تمل ولا تكل. بل كانت فرحانة حيت عايشة مع امها وكتخدمها. وفي واحد النهار مشات كلثوم للغابة كيف العادة. ملي هزات الحطب على كتفها ومشات، تأكلت بواحد الحجرة في الطريق وزلقات رجليها وتجرحات وما قداتش تنوض. بقات تبكي بالجهد باش يجي شي حد لعل وعسى يسمعها ويعاونها. ولحسن الحظ سمعها واحد الشاب كان دايز جار حمارو محمل عليه القصاب والقش، وبالزربة مشى عندها ونزل الحمل من على الحمار وركب كلثوم وهي كتبكي وكتغوت وداها لدارهم. وملي تعرف هاد الشاب على الام وعرف حالهم بقاو فيه بزاف. رجع للغابة وهز الحطب على الحمار ومشى بيه السوق وباعو. وفي العشية جاب ليهم الفلوس. هاد الشاب كان سميتو محمد، كان شاب طيب وشهم. ايوا ولا الشاب يوميا تيدير شغال كلثوم حيت عجباتو البنت وحبها، حيت كانت حنينة ومهلية فمها. ويوم بعد يوم ولا هاد الشاب هو المعين الوحيد لهاد العائلة. هاد الشاب خطب سهام حيت حبها، وبعد ايام قليلة من شفائها تزوجات بيه. هاد محمد كان حتى هو فقير بحالو بحالها، ولكن كان عنده قلب كبير. طلبت كلثوم من رجلها باش يعيش معاهم، ولكن جاوبها باللي عنده اب عجوز وهو اللي مقابله وما يقدرش يخليه بوحده. تكسر قلب كلثوم وكتفكر كيفاش تخلي امها العجوز بوحدها وهي كتخاف عليها. لكن الام طمأنتها وقالت لها هذه هي سنة الحياة، ولا بد شي نهار تخلي دار باها وتمشي لدار راجلها. ودارهم كانت بعيدة حتى هي على امها. ايوا ودعات كلثوم امها وهي كتبكي. بقات الدار خالية والام بوحدها تتشوق لبناتها. ايوا في واحد النهار كانت الام جالسة عند الباب ديال الكوخ وهي تفكر المراية السحرية اللي يمكن ليها تخبرها عن حال بناتها. وفعلا ما تسناتش، خدات عكازها ومشات للغابة معاها كلبها الصغير. دخلت للغابة وهي مازال كتفكر الارشادات اللي قال لها رجلها على البلاصة ديال الغار الصغير. ايوا بعد ساعات من المسير وصلت الام لهاديك الشجرة المعلومة. جابت معاها شمعة باش تضوي بيها. دخلت للغار وهي تبان ليها المرايا، هزاتها وبغات تخرج. شويه دورت عينيها باش تستكشف المكان، وهي تبان ليها واحد دخله في وسط واحد الصخره. قربت وضوات بالشمعه
بان ليها صندوق كبير. قربت من الصندوق وحلاتو بشويه، ولكن تصدمات بداكشي اللي لقات. الذهب والفضه والجواهر كانت كتلمع تحت ضوء الشمعة. جلست على واحد الصخرة وهي ما متيقاش، وبدات تتهضر مع راسها: منين جا هاد الخير؟ واش راجلي كان كيعرف بلي كاين هنا هاد الصندوق؟ ولكن هي ما طمعاتش، خدات غير داكشي اللي جات على قبلو للغار، اللي هي المراية السحرية، باش تطمئن على بناتها. رجعات الأم بالزربة للدار مع كلبها، وبالزربة جبدات المراية باش تشوف زبيدة. ذكرات سميتها، وبدات المراية تتحرك بحال الامواج حتى بان ليها وجه بنتها، اللي شافتها جالسة كيف العادة في بيتها وهي كتمشط في شعرها، والضحكة باينة على وجهها. ديك الساعة الأم ارتاحت وفرحات، وبكات من الفرحة حيت شافت بنتها زبيدة بعد مدة طويلة. وفي نفس الوقت اللي كانت كتشوف فيه بنتها، دخل عليها رجلها وقال لها: لا زبيدة، النهار كامل وانتي مقابله ليا المرايه ومشيت الشعر، ما تنوضيش تقضي لك شي حاجه في الدار؟ جاوباتو: ايوا شنو بغيتيني ندير؟ الدار عامره بالخدامات، راهم تيديروا كلشي. عاود سولها وقال لها: ما توحشيش امك تمشي تزوريها؟ وهي تجاوبو: علاش ديما تتفكرني بالفقر ديالي؟ ما باغاش نرجع تما ولا نشوف امي. الام مني سمعت هاد الكلام صدمات وحزنات، وبدات تقول مع راسها: لا، هاد المرايه غير تتكذب، ما يمكنش تكون بنتي زبيده قالت هاد الشي. ايوا خدات المرايه عاوتاني وذكرات اسم سهام، وفي الحال تموجت المرايه وشافت بنتها سهام وهي كتلبس احسن لباس ولاتت الفخم داير بها. ايوا كان الزوج كيهضر مع سهام على الاموال الطائله اللي كسبها من التجاره ديالو، وانه ما عندوش الوقت باش يجلس معاها. كانت سهام كتقضي وقتها كله بوحدها وقتلها غير الملل. وملي تسكات على زوجها اقترح عليها تمشي تزور امها تفوش شويه، ولكن سهام جاوباتو: علاش تفكرني بامي فقري؟ ما بغيتش نمشي تما، كان حلمي نعيش في دار بحال هادي، وما بغيتش نخرج منها حتى باش نشوف امي. ايوا تصدمات الام للمره الثانيه ملي سمعاتو، وقالت عاوتاني مع راسها: لا يمكنش، هاد المرايه كدابه، ما يمكنش، بناتي ضروري يكونوا توحشوني، رجالتهم هما اللي مانعينهم. ايوا في واحد النهار قررت الام تزور بناتها وتثبت لراسها بان هذيك المرايه راه غير تتكذب وما تتقولش الحقيقه. خرجت الام من الدار وخدات معاها كلبها ومشات للدوار اللي ساكنه فيه بنتها زبيده. ايوا بعد ساعات طويله وصلت الام لدار بنتها ميقات المغرب. دقات الباب، حل عليها واحد الخادم، قالت ليه: عافاك، انا راه ام زبيده، جيت باش نشوفها. الخادم قال ليها تسناي، ومشى لبيت زبيده باش يخبرها ان امها في الباب. ولكن زبيده غوتت عليه: اسيدي انا ما عندي حتى ام، هذه غير شي مرا طلابه، سجري ليها. الام مسكينه سمعات كلام بنتها وتصدمت صدمه كبيره، وحسات بقلبها باللي غادي يسكت، وقالت مع راسها: هذه هي زبيده بنتي، انا ما متيقاتش، واقيلا كنت غالطه فيها والمرايه ما كدباتش. وملي رجع الخادم باش يجري عليها لقاها مشات بحالها. ايوا مشات وهي تتجر رجليها وتتعكر في الطريق، وصلات وسط الدوار وجلست تسارح من هول ما سمعت وما شافت. ومن كتر العيا غلبها النعاس ونعسات في الطريق وكلبها كيحرسها. ايوا في الصباح اليوم التالي ناضت الام مسكينه غادره الدوار الزبيده وغاديه
قاصدة دوار بنتها سهام. ايوا بعد مشقة كبيرة وصلت الأم لدار بنتها، دقات على الباب، وفي الحال حل ليها الخادم الباب. علماتو بلي أنها أم سهام وأنها جات باش تشوفها. طلب منها الخادم سنة ومشى عند سهام، خبرها بأن أمها في الباب. وبالزربة مشات سهام للباب وشافت تمها وسلمت عليها وعنقتها، قالت لها دخلي أمي. شحال فرحات الأم بنتها حيت استقبلتها، وقالت مع راسها كنت عارفة أن المراية كدابة. هو دخلت الأم وهي فرحانة. طلبت سهام من الخادم يجيب الماكلة لأمها. وشوية عيط الزوج على مراتو سهام ومشات عنده. غير شافها بدا كيغوت: اشنو جات دير ديك المرا الشارفة عندنا؟ جات باش نصرفو عليها؟ راه قلت لك انتي اللي سيري عندها، ماشي هي اللي تجي عندنا. قالت له سهام: دوي بشويه غادي تسمعك، انا ما عرفتش علاش جات، غادي تاكل وبالزربه وغتمشي. كون هاني يا راجلي العزيز. ايوا المره الثانيه تسمع الام كلام عمرها ما تخيلت في حياتها انها غادي تسمعه. وهنا صدمه اخرى، حيث كانت المرايه السحريه على حق. وفي الحال سلات الام وخرجات راجعه لدارها، تتفضل الوحدانيه والفقر، ولا تسمع هاد الكلام من بناتها. ايوا مشات ساعات وساعات واخيرا وصلت لدارها وهي مهمومه وعيانه. اول مره تتحس بالضعف والعيا وانها ما قادة دير والو. تكات وداها النعاس وبدات تتحلم احلام خيبه وكوابيس. وصباح اليوم التالي تفكرت الام ما جرى ليها وبغات تطمئن على بنتها كلثوم، ولكن كانت خايفه تشوف في المرايه باش ما تصدمش تاني المره الثالثه من بنتها الصغيره كيف ما تصدمت من خواتاتها. ولكن تملكات شجاعتها وشدت المرايه وذكرت اسم كلثوم. شافتها مع رجلها في كوخ بسيط، بقات تشوف بنتها اللي كانت محشاها بزاف. سمعت بنتها وهي تقول راجلها: راجلي العزيز، شحال توحش ميمتي، بغيت نشوفها ونزورها. ولكن راجلها فكرها بحال باه المريض وانه ما يقدرش يخليه. وعدها انه مني طمأن عليه غادي يديها تزور امها. سمعت الام هاد الكلام وبكات من الفرحه وقالت: بنتي العزيزه، يا نور عينيا، انتي اللي كتستحقي كل هذاك الذهب والجواهر اللي في الصندوق. انتي الحنينه اللي عمرك ما تبدلتي. وفي الحال حطات العجوز المرايه وهي فرحانه على ما سمعات. قررت تمشي عند بنتها كلثوم. اليوم التالي في الصباح شدات العجوز عكازها ودات معاها كلبها وقصدات دار بنتها كلثوم. ايوا بعد ساعات من المسير وصلت عند بنتها ودقت الباب. فتحات كلثوم الباب وغير شافت تمها مسكينه بدات تبكي وحضناتها بزاف وتتبوس يديها وراسها وكانت في قمه السعاده. وغير دخلت الام للدار جا رجلها محمد وباس يديها وسلم عليها بحراره. دخلت الام لداك الكوخ القديم اللي كان حقير بزاف، ولكن كانت المحبة هي اللي كتنتشر فيه، اللي ما لقات في ديور بناتها الغنيات. ايوا جلست الام مع بناتها وكان لقاء حار. وبدات كلثوم تشرح لها السبب علاش ما جاتش تزورها، ولكن الام قاطعتها وقالت لها: بلا ما تكملي يا بنتي، راني عارفه. كلثوم استغربت بزاف وسولتها: امي كيفاش عرفتي؟ ضحكت الام وقالت: حسيت بك يا بنتي. وبعد ساعات طلبت الأم تمشي حيت ما الناس على بنتها، ودعتها ورجلها تا هو ودعها ومشات. ولكن هاد المرة حسات بالقوة في ذاتها اللي ما حساتش بها من قبل. حسات بالفرحة وحسات بأنها باغا تطير. وقررت مع راسها باللي كل الأموال والذهب اللي لقاتو
غادي يكونوا غير من نصيب كلثوم. ايوا مرات الايام بالزربه، واحد النهار وهي جالسه تحت الشجره قدام الدار، تتشوف بنتها وراجلها جايين. بنتها اللي هي كلثوم جايين، فهمات باللي بات محمد توفى، وقرروا يسكنوا معاها. رحبات بيهم وهي فرحانه بزاف. وبعد ايام طلبات منهم يتسناوها في الصباح بكري، حيت خاصهم يمشيو لواحد البلاصه ضروري. وطلبات من محمد يجيب الحمار معاه، ومشاو للغابه. وصلوا للغار، شعلت الام الشمعه وهما مستغربين ما فاهمين والو. ودخلت الام وموراها بنتها وراجل بنتها، ووصلت للصخره وقربت من الصندوق، وطلبت من الراجل بنتها يفتحو. تصدموا ملي شافوا هذيك الاموال الكثيره والذهب اللي كان كيلمع مع ضوء الشمعه. ايوا تما جلست الام وخبرات كلثوم بسر باها على المرايه، وكيف كان كيعرف كل شي كان كيطرا في الدار، وشحال تقلقات ملي سمعت اخبار خواتاتها وما داروا مع امهم. ولكن فرحات هي وزوجها بالكنز الكبير اللي لقاو. ايوا طلبت الام من محمد يهز الصندوق على الحمار ورجعوا للدار. كل شي كان فرحان، حيت غادي ينتقلوا من الفقر للغنى. ايوا ملي رجعوا هز محمد قطع ذهبيه باش يبني بها قصر كبير عوض الكوخ اللي كانوا عايشين فيه، وبدا كيشتغل في التجاره بعد ما كان حمال. ايوا يا سيادي، تغير حال العائله، ولات الام تتعيش في سعاده مع بنتها اللي كتحبها بصدق. هما واخا ولاو عندهم الخدام ولاو من العيان، ما تكبروش على الفقراء والمساكين، كانوا تيحنوا عليهم ديما وتيتصدقوا عليهم. وبما ان دوام الحال من المحال، جا واحد النهار كتفاجأ الام بنتها زبيدة وبنتها سهام جايين عندها. الام استغربات، ولكن بداو كيحكيو ليها علاش هما جاو. زبيدة راجلها خسر كل ما كيملك في التجارة، ولاو عايشين في واحد الكوخ بسيط. واحد النهار راجلها بات ما صبح، شافت حتى عيات، وقررت ترجع عند امها وهي نادمة. اما سهام فهجموا عليهم الشفارة على دارهم، وسرقوا كل ما كانوا كيملكوا من ذهب واموال. ايوا راجلها ولا تيدور في الزناقي تيغوت، حماق وصافي. ايوا ندمت سهام حتى هي، وقررت ترجع عند امها. مني وصلوا سهام وزبيدة لدارهم ما عرفوهاش، بقاو كيقلبوا، تلفوا عليها. ولكن الجيران حكاو ليهم على كل ما جرى للام وبنتها كلثوم والثراء اللي ولاو عايشين فيه. دخلوا للدار وغير شافوا امهم طاحوا بالبكا، تيبوسوا يديها ورجليها وتيطلبوا منها السماحة. ولكن كيف عارفين قلب الام ما كيعرف لا حقد ولا كره على ولادها. بكات الام وهي كتحضن بنياتها، وسامحاتهم على ما داروا فيها، ووعدتهم بالخير الكثير. وكانت الفرحة كبيرة عند كلثوم، حيث أخيرا شافت خواتاتها. ايوا يا سيادي، الخواتات بثلاثة عاشوا مع امهم العجوز في محبة وسلام، وكان كيرعاهم كلهم راجل كلثوم، محمد، داك الراجل الطيب. ايوا يا سيادي، حكايتي مشات من الواد الواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.